مهم جدا. حقيقة يعالج راهنية مطروحة بحدة أمام الأحزاب السياسية الملتزمة، لأنه كاين بعض الأحزاب السياسية لا تهتم بالموضوع وتتعايش معه، ولكن بالنسبة لنا احنا في حزب الاستقلال التكنوقراط، موضوع التكنوقراط هو موضوع اللي اعطينا اهميه في النقاش، ومنذ البدايه نددنا بهذه المحاوله، خاصه اننا رجعنا بالوضعيه الى ما قبل دستور 2011 كما قيل في الندوه. والتدخل ديال الاخ عبد الله البقالي كان مهما جدا، لانه كان العرض متميز وابرز الموقف ديال الحزب، وبالتالي انه الا كان الاخوه الاخرين حاولوا يتبرموا، حاولوا ما يعطيوش راي صريح وراي مواجه، حنا بالنسبه لنا كان الراي كان واضح جدا في كون اننا الا كانت فعلا الديمقراطيه التمثيليه مسؤوله ومسؤوليه في نفس الوقت، غادي نكونوا حنا في الحزب اول من ندعمها. واذا كانت خارجه على هذا العنوان هو الديمقراطيه التمثيليه، ولكن من تحتها كما يقال من تحت الطاوله اطراف اخرى لا تخضع للمحاسبه وربما ستعيش كان البعض منهم. احنا الان تسرب لنا بعض الوزراء اللي في الحكومه النسخه الاولى ديال بن كيران صرفوا اكثر من 33 الف ديال على الشوكولاط وعلى ميزانيه الدوله. اعتقد ان هذا الشيء بعيد كل البعد ما طمحنا اليه من خلال دستور 2011 ومن خلال مشاركتنا في الحكومه، وحسنا فعلنا عندما تركنا هذه الحكومه وعندما تركنا هذه السفينه بربانها الاخرق. النقاش